بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم بقى من قناة اكلات ويوميات اول ما نخش كده الفيديو نسمي ونصلي على الرسول هنبدأ معانا الفطار. وزي ما انتم شايفين فطار حلو جدا جدا جدا. جبنة بقى قديمة وجبنة قريش وبصل وخس وبيض وعسل، وفضل ونعمة من ربنا. وبعد بقى ما خلصنا كده الفطار هنقوم بقى نخلص في حاجاتنا كده، شوية مشتريات صغيرين حبيت يعني اوريها لكم معايا في الفيديو النهاردة. كنت بقى جايبة يا بنات طحينة. دي كنا رحت السرجة يعني وجبنا منها، هي صراحة جميلة جدا عن كمان الدكاكين والمحلات اللي جنبنا، وطعمها حلو قوي. وكمان جبت كمان يا بنات عسل اسمر، وطعمه جميل جدا، وكان احلى كمان من الدكاكين اللي جنبنا. والسرجة كمان سعرها بتبقى قليل عن الاسعار بره. وسمسم برضو، سمسم انا بحب احطه مثلا على الطعمية وانا بقليها، بحب احطه مثلا اعمل شوية قرص كده فلاح نحط عليها شوية سمسم. فكمان ما بستغناش عنه، ممكن اعمل طحينة برضو لو فضيت. وكمان كنت جايبة كيلو تفاح، كان التفاح ب55 جنيه. مش عارفة الاسعار ما شاء الله يعني رفعت كده في السما ليه كده. وكمان موز وبرتقان، طبعا ما انتوا عارفين الشتاء وفاكهة الشتاء بتبقى جميلة جدا. والبرتقان كان كيلو ربع ب10. وكمان جبنا فطير، قلنا بقى مثلا نفطر بيه كده في يوم او نتغدى بيه. دي كانت مشتريات يا بنات، وكانت حاجة بسيطة كده. هنخش بقى على اعمال الغدا. كنا هنعمل النهاردة فاصوليا بيضة. هي كان طعمها حلو جدا، ودي كانت عندنا من الارض. كنا زرعين يعني ونشفنا شوية وكده وخلينا منها. كان طعمها حلو ومسكرة وجميلة ومتاخدش وقت في السوا، وكمان المية بتاعتها بيضة كده ما فيهاش يعني ميتها مش غامقة. في ساعات تجيبي فاصوليا كده تلاقي ميتها غامقة. دي كانت حلوة جدا، وكمان ما خدتش وقت خالص في السوا. وقلنا بقى نعمل جنبها شوية فراخ كده، كانت طعمها حلو برضو وكانت جميلة هي مش بلدي، هي ساسو. بس طبعا لما بتأكلها في بيتك وكده فبتبقى عاملة زي البلدي بالظبط. قطعتها بقى وانقعها، وانتوا عارفين مادة النقع يعني بحط سكر وملح وطحينة. معلقة الطحينة بتفرق جدا، ما بتخليش فيها زفارة ولا فيها اي حاجة. وكمان هتغنيكي كمان، ممكن ما تحطيش اي حاجة، تغسليها بس بشوية طحينة وخلاص على كده. لكن فانا حبيت ايه يعني لسه وقت معايا بدري شويه، قلت هنقعها، وقلت عملت بقى وسبتها تنقع كده حوالي نص ساعه ولا حاجه على ما اعمل التسبيكه بقى. وكمان احط الميه تغلي على النار علشان للشوربه بتاعتها. هشوح بس البصلايه في معلقه سمنه صغيره. انا ما بحمرش البصل ولا حاجه، لان لما بنحمر البصل بنتعب شويه المعده يعني ايه بعافيه يعني. فبيدوق بس بشوحها او بتبلها بس كده معايا، واحط عليها طماطم على طول. دي بيانات اللي علقت على الشوربه ديت عشان لما تغلي اسقط الفراخ. وهنا خلاص زي ما انتم شايفين كده، وبحب احط برضو مع البصله ملح وفلفل وشويه الكمون. الفلفل يا بنات لما بتحطيه مع البصله ما بيخليش لها ريحه وانت بتعمليه. وطبعا اللبن بغليه عشان هنعمل رز معمر النهارده. هو صراحه بيبقى طعمه حلو كمان ومغذي كمان عن الرز العادي، فيعني ايه الولاد هتعبينها شويه كمان في بقى في الشرب اللبن والحاجات دي كلها ومن هما ما بياكلوش جبنه قريش والحاجات ديت. فحاولي تدخلي اللبن في كل الاكلات. ممكن مثلا تعملي بدل رز محمر او رز بشعريه ممكن تعملي رز مسوس. تعملوا مثلا حلويات رز بلبن. تعملوا مثلا مهلبيه باللبن. الحاجات دي كلها. فبحاول على قدر الامكان يعني ان انا ايه اكتر من دخول اللبن في الاكل بتاعي. وبعد ما ما حطيت بقى الصلصه كده على الطماطم على البصلايه اتسبكت، هزودها بالشوربه او ممكن بميه، وانزل عليها بالفاصوليا بعد ما غليتها. الفاصوليا يا بنات عودي نفسك اي بقوليات هتطبخيها تبقي تنقعيها من قبلها بليله. يعني مثلا انت هتطبخيها النهارده يبقى بالليل تقومي ايه نقعها غسلها حلو كده ومنقياها ونقعها في ميه، وسايباها لتاني يوم الصبح لغايه ما تسويها او يعني تطبخيها. بتطلع مادة الأجزاء اللي فيها، وكمان حجمها بيكبر وبتزيد كمان معاكي، وما بتاخدش وقت معاكي خالص في السلق او في السوا يعني. المهم كده الفراخ اهي يا بنات انا بوريها لكم، بس الفلاش كان ضارب يعني والنور والحاجات دي كلها كان ضارب في التصوير ما كانش باين. فلما خدت بالي طفيت فلاش التليفون. زي ما انتم شايفين ما شاء الله الشوربه جميله جدا. اي ريم بقى يا بنات على الوش كده المفروض نشيله، عشان برضو ده بيبقى مكان فيه الزفاره.
ما بحطش فيها اي حاجة، ممكن ورق لورا وملح وفلفل، ولو عندي زعتر اخضر حطيه، بيبقى ريحة الشقة مقلوبة من الاكل معاكي، وكمان ريحة الشوربة حلوة جدا. هنعمل بقى شوية صينية الرز كده. عملت بقى دي طبعا قشطة، انا بجيب اللبن وبغليه وبشيل القشطة الوش بتاعه، لا اما اعمله زبدة لا اما اسيبه قشطة زي ما هو. بتفرق معاكي طبعا في الصينية وفي وش كمان، وفي الوش بتاعها بيبقى طعمها حلو وريحتها حلوة والوش بتاعها محمر كده وجميل. معلقة سمنة على شوية القشطة اللي عندك، وشوية زيت عشان يخليلك فيه لمعة في الرز، وكمان يخلي الرز مفرفر. والملح كمية الملح على قد الرز اللي انت عاملاه، وهتدعكيه كله ببعضه كده عشان القشطة والسمنة توزع في كل حباية رز، ويبقى كلته طعمه حلو. ما شاء الله اللبن انا كنت غالياه برضو بيسرع معاك في عملية التسوية، وكمان بالوش بتاعه هنحطه في الفرن. وادي النتيجة بقى يا بنات، ما شاء الله ما شاء الله جميل جدا. وكمان انا ما حمرتش الوش قوي يعني، انا بسيبه كده بس. انا عندي بنات بيحبوا يعني انا ابقى محمراه الوش عن كده. ودي ما شاء الله الفاصوليا، اقسم لكم بالله كانت تحفة، يعني كانت احلى كمان من الفراخ واحلى من الرز، كان طعمها مسكر وحلوه جدا. هنغرب بقى الاكل. وادي ما شاء الله يا بنات، شايفين الرز مفلفل وبيلمع وحلو ازاي؟ دي من معلقه الزيت اللي بتحطيها مع الرز. غرفنا. وادي الفراخ اهيت، انا مبحبش احمرها اكتر الاوقات، وفضل ونعمه من ربنا. وكمان اللهم احفظها دي النعمه وادمها من الزوال يا رب، واحفظها من الزوال. حبيت بقى اعمل لهم حاجه كده حلوه بالليل، طبعا الشتاء بقى والجو البرد، عملنا رز بلبن، انا عملته كتير قبل كده، فيعني حبيت اجيب اللقطه وخلاص. يا رب بقى اللي يشوف الفيديو بتاعي كده وعجبه يحط لي لايك ويعمل لي اشتراك لو ما كانش مشترك في القناه بتاعتي، وكمان ادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، واشوفكم على خير فيديو جديد، ومع السلامه.